ربات البيوت. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بصحة وعافية. والشتا يعني محشي كرنب، شتا يعني محشي كرنب. ما بقتنعش بأي أنواع المحشي في الشتا إلا هو محشي الكرنب. أي بقى نوع تاني من المحاشي لا، ما بنقتنعش بيه. تعالوا بقى نعمل شوية محشي كده حلوين، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بصوا حاجة كده تفتح النفس وريحة، بسم الله ما شاء الله، بجد يعني حاجة كده جميلة. تعالوا اقول لكم بقى على الخلطة الحلوة اللي انا بعملها وجربوها، لان دي بقى الخلطة بتاعت زمان، بتاعت امهاتنا واجدادنا. كانوا بيحسسونا يعني ايه اكلة محشي في الشتاء، بيحسسونا بالدفء كده وباللمة العيلة والاكلة الحلوة وريحة الاكل اللي كانت ما شاء الله تجيب البيت كله. وانت طالع على السلم تبقى عارف مامتك والدتك النهارده عامله اكل ايه، والله العظيم دي حقيقه يعني. هنا طبعا بفرم البصله بتاعتي زي ما انتوا عارفين، بنفرمها في الكبه، او عادي جدا ان انت ممكن. فعادي انت عايزه تقطعيها قطعيها، عايزه تعمليها في الكبه اعمليها في الكبه. ترجع يعني حاجه بترجع لك انت براحتك خالص. بعد كده بقى بنحط عليها التوابل بتاعتنا الخفيفة الجميلة، اللي بتحسسك بطعم المحشي، اللي هو عبارة عن ايه؟ فلفل اسود وملح. واحلى حاجة بقى اللي انت بتحطيها، يعني حاجة كده بتودي المحشي في حتة تانية وتديله الطعم الجميل والريحة الأحلى، وكمان بتريح قولونك وتريح معدتك. هو الايه؟ النعناع. انا عاوزاكي تجربي تحطي نعناع، طبعا نعناع ناشف تحطيه مع الملح والفلفل فقط لا غير، وما تحطيش بقى ولا توابل ولا الكلام ده. عاوزة تاكلي صباع محشي زي بتاع زمان، عاوزة تاكلي صباع محشي يريحك وينزل كده عليكي يرطب كده قولونك ومعدتك، حطي حبة نعناع حلوين. حطي حبة كده حلوين على المحشي بتاعك، وجربي وشوفي وقوليلي ايه رأيك لو عملتيه بالطريقة دي. صدقيني هيبقى حاجة كده جميلة جميلة. احنا ممكن نحط توابل، والتوابل موجودة عندنا في المطبخ، ولكن بتوديلك المحشي في حتة تانية، ما بتحسسكيش بطعم بصراحة المحشي يعني. يعني كلته عند ناس طبعا كتير، اللي حاطط كمون اللي حاطط توابل، كل واحد سبحان الله على حسب ما تعود وحسب ما خرج من بيته. احنا بالنسبة لنا والدتي الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة هي وكل أمهات المسلمين، كانت الملح والفلفل والنعناع فقط لا غير. لا كان في يعني اكتر من كده ولا اقل من كده. ده طبعا كانت بتودي المحشي كده طعم جميل. تاكلي المحشيه كده تحسي ان انت بتاكلي محشي بجد، مش بقى توابل وكتر توابل ووجع معده وقولون. جربي وانت مش هتندمي. خلاص طبعا، ولازم تفرميه بايديكي كده زي ما شفتي بقى، عشان ريحه النعناع مع الفلفل الاسود طبعا مع البصله مع الملح يدوكي بقى نكهه جميله جدا، ويدخل بقى في الايه في البصل بتاعنا ويدي طعم جميل. بعد كده طبعا بالطبيعي عارفه الخضره بتاعه المحشي اللي هي عباره عن ايه، عباره طبعا عن كزبره وشبت وبقدونس. كزبرة وشبت وبقدونس، دي بالنسبة لنا الايه الخضرة بتاعة المحشي، بسم الله ما شاء الله. طبعا الخضرة في الشتاء بتبقى تحفة وجميلة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بقى قبل الشيطان ما ينسينا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. طول ما انت واقفة في المطبخ اذكري الله، قولي أي ذكر أنت بتحبيه، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشوفي البركة في بيتك والخير في بيتك وطعم الأكل هيطلع معاك إزاي، وحياتك هتتغير والله تماما. طول ما أنت واقفة في المطبخ قولي ذكر من أي ذكر أنت بتحبيه. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تذكري ذكر الله، تصلي على الحبيب، وشوفي بقى الخير اللي هيدخل في بيتك وصحتك وعافيتك.
طبعا طول ما انت بتعملي الاكل عايزه بقى تطلعي بصراحه كده اكل حلو قوي قوي ويطلع من تحت ايديكي، ولادك وبيتك وكلكم وكل اللي بياكل من عندك يقول لك ايه الاكل التحفه الجميل ده. اولا بذكر الله والصلاه على الحبيب، ده اول حاجه. تاني حاجه بقى، عودي نفسك وانت بتعملي الاكل تكوني جعانه جدا، يعني ما تكونيش واكله خالص. صدقيني جربي بقى التجربه اللي انا بقولك عليها ديت، هيطلع معاكي الاكل في منتهى الجمال. طول ما احنا جعانين واقفين جعانين ما كلناش بطننا فاضية، والله العظيم بنطلع أكل تحفة تحفة تحفة. هنا بقى طبعا هنحط الرز بقى، طبعا غسلناه وصفيناه تصفية حلو، ونقلب بقى التقليبة بتاعتنا الحلوة دي اللي انتوا عارفين. انا بقى هنا احط ايه، احط المنقذ بتاعي اللي هو ايه الطماطم بجيبها، وبعدين بخدع لها. يعني ايه بخدع لها؟ يعني بحط زيت والبصلة تصفر، مش تحمر تصفر، وايه وانزل عليها الايه الطماطم مضروبه في الخلاط. بس انا من عادتي ان انا بصفيها، وكده بقى انا بسبكها تسبيكه حلوه قوي، وبشيلها في الفريزر. عايزه اقول لك دي حبيبتي وروحي وقلبي وكل حاجه ليا والله العظيم. دي بقى الانقاذ في كل حاجه. هعمل مكرونه، يا دوبك اخد يعني اسلق المكرونه اخد من التسبيكه ديت. هعمل محشي جايه من الشغل بقى ونفسنا ناكل محشي، اسهل مما تتخيلوا. انا عايزه اقول لكم التسبيكه دي لو انت عملتيها وحطيتيها في الفريزر، وخاصه للناس اللي بتشتغل او الامهات اللي بتقعد تذاكر لاولادها لما بيرجعوا من المدرسه، صدقيني هتوفر عليكي مجهود جامد جدا، وهتفرحي بيها قوي، وهتلاقي نفسك مش قادره تقطعيها عن البيت خالص، يعني على طول متفرزه عندك في الفريزر. هنا بقى خلاص خلطنا كله كده مع بعض، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه كده تفتح النفس وريحه جميله، والنعناع بيديها ريحه تحفه. هنا بقى انا بحط ايه، بحط زيت بس ايه يعني اتوصي شويه، ما تخليش الرز بتاعك ناشف، لا. انت عارفه لما تبقي تحطي الزيت وتلاقي كده الرزايه في ايدك كده ناعمه و... وبتلمع، والله العظيم هيبقى محشي تحفه تحفه تحفه. هيبقى محشي حلو قوي. يلا بقى ايه، برضو كذلك المنكز التاني ليا اللي هو الايه الكرنب. انا يعني ما بنجيب مثلا الكرنب، بدل ما تجيبي واحدة هاتي اتنين، اعملي واحدة والتانية فرزيها في الفريزر. صدقيني هتفرق معاكي جدا في وقتك ومجهودك. ونرجع نقول خاصة طبعا للناس اللي هي بتشتغل زي أحوالنا، هتوفر معاكي وقت ومجهود، وهتلاقي نفسك خلصتي بسرعة. وخاصة بقى انتوا عارفين وقت الشتاء ده الواحد لما بيصدق يخلص عشان يجري يقعد بقى ايه تحت البطانية كده بقى ويحس بقى بايه بحلاوة الايه، بحلاوة الشتاء زي ما انتوا عارفين طبعا. لكن بقى هتفضلي تسلقي وتعملي والكلام ده لا. صدقيني ده احسن حاجة تعمليها، انك انت ايه تفرزي الكرنب بتاعك وتطلعيه، يبقى عندك الكرنب معمول، الطماطم متسبكة، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. هنا بقى زي ما وريتك كده بنحشي بصوا كل واحد على حسب. يعني في ناس بتحب مثلا صباع الكرنب يعني او المحشي يبقى صغير جدا، وفي ناس بتحبه زي احوالنا كده تكون كده الواحده حلوه كده وماسكه نفسها وما شاء الله كده جميله. يعني انا بالنسبه لي بحب الحجم ده، الحجم ده بالنسبه لي انا بحبه. فبنلفه كده لفه جميله زي ما انتم شايفين. كل واحد برضو على حسب ما هو اتعود ان هو يلف المحشي ازاي. في ناس مثلا بتلف بالعكس، في ناس بتحب تلف على ترابيزة، في ناس بتحب تلف على الطبلية. كل ده عادي، كل ده ما بيفرقش معانا. المهم احنا في الاخر بنلف الايه المحشي بتاعنا. هنا بقى كنت بوريكي قبليها الحلة اللي انا هعمل فيها المحشي. باخد الروز بتاعت الخضرة بغسلها غسلة تمام، وبعدين بحطها فرشة للايه للحلة بتاعتي. عايزة اقول لك والله العظيم بيطلع المحشي بتاعك طعمه حلو جدا، طبعا من ريحة الايه الخضرة تمام، وبيطلع معاكي في منتهى الجمال. وهنا بقى ايه هنرص الحلة بتاعتنا. وهنا طبعا بقى خلاص انا ايه يعني هوريكم كام واحدة كده عشان طبعا العرايس الجداد اذا حبوا يشوفوا مثلا بنلف الصباع المحشي ازاي، اللي هم لسه بقى زي ما بيقولوا سنة اولى كده ايه، سنة اولى طبخ، ياخدوا فكرة يعني. لكن عارفة ان انتوا طبعا ما شاء الله كلكم شطاطير. ولو كنتي وصلتي معايا لحد هنا برجاء اعمل الاشتراك ولايك وايه وتشير للفيديو، عشان الكل لو حابب يعني يجرب المحشي اللي انا قلت لكم عليه ده او الخلطة بتاعت المحشي دي يجربها، وصدقوني هتجربوها
وهتدعوا لي، وانا واثقه ان انتوا هتدعوا لي ان شاء الله. هنا بقى بوريك الصباع، بصي ما شاء الله جميل، ويتحط كده في الحله بسم الله ما شاء الله. هنا بقى خلصنا ما شاء الله، وحطينا كام قرن فلفل كده، هيديله ريحه ما تقلقيش، مش هيبقى حامي ولا حاجه. وهنا بقى ايه دوت، ده قطعه من الزبده، عندك زبده حطي، عندك سمنه حطي، عندك اي حاجه حطي، بس بتديله نكهه حلوه قوي وطعم جميل. وهنا بقى بنحط الشوربه بتاعتنا زي ما انتوا عارفين، الشوربه بتبقى اخر صباع، انا ما بطلعش الشوربه لحد فوق، عند اخر صباع بيبقى بس طايله الايه، ال- الشوربه، ما تعمليش اكتر من كده. تمام تمام. هنا بقى نحطه ان شاء الله كده على البوتاجاز، وبتسيبيه بقى، خلي بالك بتسيبيه بقى بصي هنا بحط ايه، هنا انا بحط مرقه الدجاج، برضو انا بحب مرقه الدجاج على المحشي، بتديله طعم جميل، ودي برضو يعني على حسب رغبتك، بس انا بشوف انها بتديله طعم حلو قوي، وبتديه كده نكهه جميله بصراحه. تمام تمام. وبعدين بقى بغطي عليه عادي، وبولع عليه بقى النار، بقى خلي بالك بقى خليه يغلي، ما تقلقيش عليه، يقعد بقى يبقبق كده ويغلي جامد، ما تقلقيش عليه، سيبيه بس ما يغلي ويشرب كده الشوربة بتاعته. وبعد كده بقى عاوزاكي تعمليه على نار هادية جدا، عارفة الشمعة، كلي بقى احلى محشي من الشمعة اللي بقولك عليها دي. وهنا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي ما شفتوا كده ما شاء الله المحشية، بصوا ولا واحدة فكت ولا واحدة عملت أي حاجة. هنا بسم الله ما شاء الله طلع زي العسل، طعمه طبعا جميل، ويمكن الكاميرا كمان، هنا بقى طبعا البخار بسم الله ما شاء الله طلع علينا يعني. طبعا احنا بنحب المحشي سخن، انا بالنسبه لي، لكن ولادي لا ما بيحبوش سخن، بيفضلوا بصراحه متضايقين، بس عادي يعني، المهم ان انا بقى احبه سخن انا باكله سخن، هم بقى ايه يحطوا كده قدامهم طبق ويفضلوا ايه بردوا، زي ما اتعودنا زمان على ايه، على الطبليه لما كنا بنقعد